مشاهدة فيلم وثائقي طريقة كويسة للاسترخاء، وفي نفس الوقت تتعلم معلومات عن الموضوع اللي اخترتوه. لكن في بعض الأفلام الوثائقية تعتبرت مزعجة بسبب مواضيعها المثيرة للجدل، وكمان في شوية منها اتمنعت من حكومات معينة حوالين العالم. رقم 10. مروان كول، المعروف كمان باسم Village of the Dolls، هو فيلم وثائقي من إخراج روبرت زيمكس، وبيحكي عن حياة وشغل مارك هوغنكامب اللي هو صانع مدينة خيالية. الفيلم الوثائقي واخد اسمه منها. إنشاء المدينة دي كان نتيجة صدمة عاشها هوغنكامب سنة 2000، وهو كان في بار اسمه The Anchorage في كينغستون نيويورك، وهو هناك شرب كذا كاس زيادة وبدأ يتكلم مع مجموعة من 5 رجالة، لكن الكلام بينهم اتقلب بسرعة. هوغنكامب اعترف لهم انه بيحب يلبس هدوم ستات، وده كان شيء ضايق المجموعة جدا. بعد ما قال كده على طول ال5 رجالة حصروه وبدأوا يضربوه. الضرب كان جامد جدا وخلاه يفقد الوعي، واتنقل بسرعة على مستشفى قريب بعد ما الشرطة تبلغت. ولما فاق في الآخر كان فاكر انه السنة 1984 وما كانش عنده أي ذكرى عن اللي حصل الليلة دي. ولما واحد مجهول لاحظ انه هوغنكامب فاق، راح زاره وسأله إذا كان يعرف السنة كم، وساعتها هوغنكامب رد وقال إنه السنة 1984 وكان فاكر إنه في مستشفى في إيبيزا. قالوا له إنه الاعتداء خلاه يدخل في غيبوبة، وإنه السنة كانت 2000، وإنه كان فاقد الوعي لمدة 9 أيام بس. وبعدين دكتور شرح له اللي حصل وقال له إنه محظوظ إنه لسه عايش بعد ما الرجالة اعتدوا عليه. سامح المهاجمين بتوعه فوراً، لكنه ما كانش مدرك التأثير اللي هيفضل معاه بسبب الصدمة دي. الدكتور وصل لدرجة انه قال انه كان حيعيد التفكير في مسامحة المجموعة لو كان يعرف اللي اتعمل فيه. فضل في المستشفى لمدة 40 يوم كمان، وبعد ما التأمين بتاعه خلص رجعوه على البيت. كان لازم يعمل علاج طبيعي لمدة 12 شهر، وكان حاسس بالغضب انه مضطر يتعلم يمشي من جديد لأنه حصل له تلف في المخ أثناء الهجوم. التأمين بتاعه للعلاج الطبيعي كمان خلص، وبسبب وكيل التأمين المغرور اللي بلغه بده، هوغنكامب بدأ يكره كل الرجالة. كان محتاج وسيلة يفرغ فيها مشاعره وجانبه الفني، فعشان كده بدأ يبني مدينة مصغرة في الجنينة ورا بيته، سماها ماروينكول، مدينة بلجيكية من زمن الحرب العالمية الثانية، وهي في الحقيقة ما كانتش موجودة. استخدم خشب ومسامير وبراغي وشبابيك عشان يبنيها، وكمان عمل بار بيقدم فيه مشروبات واللي عملها من قطع زجاج مكسورة. وبعدين عمل بنك ومحل آيس كريم ومحطة بنزين وكمان مقبرة. وبعد كده بدأ يعمر المدينة بتماثيل صغيرة بتمثل أي سيناريو يجي في باله، وبكده هو كان عمل لنفسه حياة تانية، لأنه كان عنده ذكريات قليلة عن حياته قبل الهجوم. ومع مرور الوقت اندلعت الحرب وبقيت المشاهد ليها جو أكتر إزعاج. كان بياخد صور فنية لمشاهد المعارك وما بعدها، وكان موهوب كفاية أنه يخليها شكلها واقعي. هو حتى أعاد تمثيل الهجوم اللي حصل، لكن ضمن أن السيناريو يمشي بشكل مختلف وال5 رجالة ياخدوا اللي بيستحقوه. هو اعترف بعد كده أنه كان دايما بيعيد تمثيل السيناريو ده لأنه كان عارف أنه عمره ما هيقدر ينتقم من اللي هاجموه في الحقيقة. صورة اتكشفت في الآخر عن طريق مصور اسمه ديفيد نوغل، اللي تواصل مع مجلة إيسوبوس علشان يشارك قصة هوغنكامب. وبعد مكالمة ماروين دي اتعمل الفيلم الوثائقي وبقى فنان مشهور ومعروف. رقم 9. الفيلم الوثائقي The King of Kong A Festival of Quarters بيتابع موضوع غير متوقع خالص: ألعاب الفيديو. دي صناعة اجتاحت العالم وبتحقق مليارات الدولارات كل سنة، لكن الفيلم ده بيتابع 2 من الجيمرز بالذات والمنافسة الشديدة اللي بينهم. في الثمانينات الجيمر ستيف ويب كان مهندس، لكن مر بظروف صعبة وكان عاطل عن العمل. بيدي ميتشل كان بيدير مطعم، والاثنين كان عندهم نفس الشغف انهم يحققوا اعلى سكور في لعبة الفيديو دونكي كونغ. الفيلم الوثائقي اتعمل بواسطة سيث جوردن واتعرض سنة 2007، وهو بيركز بشكل أساسي على ويب ومحاولاته انه يكسر اعلى سكور في اللعبة. في الوقت ده ميتشل كان صاحب الرقم القياسي، لكن ويب كان مصمم يطيحه من العرش. عشان يعمل كده اشترى ويب جهاز أركيد دونكي كونغ وحطه في بيته في ريدموند واشنطن، وبعد كده بدأ يحلل أنماط اللعبة وأي طرق يقدر يستغلها وهو بيتدرب على مهاراته في اللعبة. في سنة 2003
قدر يحقق نتيجة 947,200، وده كان أعلى من الرقم القياسي اللي كان عامله ميتشل قبل كده. سجل جلسة لعبة على شريط VHS وبعته لتوين جالاكسيز اللي هي الجهة الرسمية المعتمدة للأرقام القياسية في الألعاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بعد ما سجل الرقم القياسي الجديد بقى نوعا ما مشهور شوية في سياتل، وقبل ما يعدي وقت طويل كسر رقمه القياسي بنفسه وجاب أكتر من 1,000,000 نقطة في اللعبة، ودي كانت أول مرة حد يعمل كده. ميتشل ما عجبوش اللي حصل ده، وتوين جالاكسيز وافقوا يبعتوا حكم لبيت ويب علشان يفحص جهاز اللعبة بتاعه. ولما اكتشفوا ان لوحة اللعبة جابها روي شيلت اللي كان ماسك الرقم القياسي في لعبة ميسايل كوماندا، واللي ميتشل كان السبب في سحب رقمه القياسي بسبب شكوى منه، تم إلغاء رقم ويب القياسي. كان في شك ان شولتز لعب في لوحة اللعبة علشان ينتقم من ميتشل، وبما ان الرقم القياسي يتقدم عن طريق شريط فيديو VHS ففرحته ما طولتش، لكن ويب ما استسلمش. دخل بطولة بهدف انه يحقق رقمه القياسي قدام حكام توين جالاكسيز، وميتشل رفض عرضه انه يواجهه وجها لوجه. رغم محاولات واحد من اصحاب ميتشل انه يشتته ويشد الناس حوالين جهازه، ويب كسر الرقم القياسي تاني وقدر يوصل لشاشة التعطل النهائية في اللعبة. بعدها ميتشل سجل نفسه وهو بحقق نتيجة أعلى كمان، وشغلوا الشريط للحكام. ميتشل أخذ اللقب رغم أنه الحكم الرئيسي لاحظ أنه نتيجته كانت بتزيد فجأة من وقت للتاني، ولما ويب طلب يشوف التسجيل طلبه اترفض. رقم ميتشل اتقبل من موسوعة جينيس للأرقام القياسية اللي نظمت بطولة في هوليوود فلوريدا مسقط رأس ميتشل، وبرضه رفض يواجه ويب شخصيا، لكن في الآخر ويب قدر يكسر رقمه وجاب نتيجة عمرها ما حصلت قبل كده، 1,049,100 نقطة. لحد النهاردة سمعة ميتشل كلاعب ألعاب لسه متأثرة، لأن أغلب الناس شايفين إنه استخدم طرق منتوية عشان يحقق الدرجة العالية دي، لكنه بينكر أي غلط رغم إن الأدلة في تسجيل شريط الفيديو بتاعه واضحة زي الشمس. رقم 8. ناس كتير فاكرين الممثل أليكس وينتر بسبب دوره الرئيسي في فيلم مغامرة بيل وتيد الممتازة اللي ظهر فيه جنب كيانو ريفز كطالب ثانوي كان يفضل يعزف جيتاره بدل ما يعمل واجباته. بس مش كتير يعرفوا إنه كمان أخرج فيلم وثائقي اسمه وثائق بنما. الفيلم بيحكي قصة تسريب بيانات ضخم حصل يوم 3 أبريل 2016، وكشف فضيحة فساد كبيرة كان العالم مش واخد باله منها. تسرب حوالي 2.6 تيرابايت من المعلومات، وكانت بتحتوي على بيانات سرية بين المحامي والعميل لأكثر من 200,000 حساب خارجي. بعض الوثائق اللي تسربت كانت بترجع للسبعينات، وكلها كان فيها حاجة مشتركة. الحسابات دي اتعملت عن طريق مكتب محاماة بنمي اسمه موساك فونسيكا، وبعد ما المعلومات اتسرقت دخلت في قاعدة بيانات أي حد يقدر يوصل لها ويبحث فيها، وده حط أصحاب الحسابات في موقف صعب لأن معلوماتهم الخاصة بقت متاحة للجميع. وبسبب اختراق المعلومات الشخصية ناس كتير اتعرضوا للمحاكمة بعد ما اكتشفوا إنهم فاسدين، من ضمنهم يان مارساليك اللي كان متورط مع المخابرات الروسية، وهارالد فوندر جولتز اللي ارتكب عمليات نصب في كذا دولة حوالين العالم. واتضح بعد كده إن بعض الشركات الوهمية التابعة لموساك فونسيكا كانت بتستخدم في النصب والفساد والتهرب الضريبي، وكمان التهرب من العقوبات الدولية. الناس بدأت تطالب بالكشف عن اسم الشخص اللي بلغ عن الموضوع، لكن لحد النهاردة هويته لسه مش معروفة. بس هو فعلا قال إنه سرب المعلومات دي لأنه كان مؤمن إنه ثروة العالم مش متوزعة بعدل. أول ما شاف المعلومات اللي في المستندات دي عرف إن في عملية احتيال دولية بتحصل على نطاق واسع، وقرر إنه يتصرف. المستندات اتبعتت لصحفي اسمه باستيان أوبرا ماير، واتنشرت على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. بعد ما المستندات اتنشرت اتسمت بوثائق بنما، وده ما عجبش الحكومة البنمية لأنهم كانوا شايفين إن الاسم ده حيشوه سمعة البلد. أسماء مديري 214,000 شركة وهمية اتنشرت للعامة، وكل الشركات دي كانت موساك فونسيكا ساعدتهم. سجلاتهم المالية اتكشفت للعالم كله، وفي أوروغواي اتقبض على 5 أشخاص بسرعة بعد التسريب اللي كشف إنهم كانوا بيغسروا فلوس. محامي مقيم في سويسرا اتهموه إنه استخدم فلوس عملائه بشكل غير مناسب، وساعد ناس في السلطة في البلد دي
منهم العيلة الملكية القطرية، وكان بيخبي دخلهم الحقيقي عن السلطات. وتكشف كمان إنه مكتب المحاماة كان ليه حلقات بسياسيين كبار ومشاهير ورجال أعمال أغنياء. واتضح إن كتير من الشخصيات المشهورة دي كانوا بيخبوا دخل إضافي علشان يتهربوا من دفع الضرائب، ومن ضمنهم رؤساء دول من الإمارات وأوكرانيا والسعودية والأرجنتين وأيسلندا. مسؤولين من حوالي 40 دولة اتورطوا، وأسمائهم اتنشرت مع سجلاتهم المالية. نتيجة التسريب الضخم ده كانت تحقيق عالمي غير المناخ المالي والسياسي في العالم كله. لحد سنة 2026 تم استرداد أكثر من 2 مليار من الضرائب من الأشخاص اللي اتذكرت أسمائهم في الأوراق، ويتحاكم كتير منهم بتهم غسيل الأموال، التهرب الضريبي، الفساد والنصب. المبلغ أكيد حقق اللي كان عايز يعمله، والناس بقت عارفة قد إيه في فساد بيحصل في العالم من غير ما يكونوا عارفين. رقم 7. تيك توك هو منصة تواصل اجتماعي اجتاحت العالم، لكن بفضل الفيلم الوثائقي الرقص مع الشيطان بقينا نعرف دلوقتي إن في جانب مظلم لتيك توك، حاجة أغلب مستخدميه عمرهم ما كانوا يتوقعوها. الفيلم بيركز على مجموعة من راقصين تيك توك اللي قرروا ينضموا لشركة إدارة اسمها 7M، لكن كتير من الراقصين ما كانوش يعرفوا إنه 7M كمان كنيسة اسمها كنيسة شيكينا، واللي بتسمح بس للأعضاء المدعوين ينضموا ليها، وبيترأسها راعي اسمه روبرت تشين. الفيلم الوثائقي اللي أخرجه ديريك دونان بيقدم في البداية الأخوات وينكينج ميراندا وميلاني. كانوا بيحلموا يبقوا راقصات في يوم من الأيام، وبعد ما اكتسبوا خبرة كبيرة قرروا يستخدموا تيك توك كمنصتهم المفضلة، وقدروا يجمعوا 3.3 مليون متابع، وكانوا في طريقهم للنجاح. راقص تاني كيفن ديفيس كان عنده طموحات كبيرة برضه، بس كان بيعاني ماديا وكان عايش في عربيته. لما بدأ يرفع فيديوهات على تيك توك فجأة اكتشف انه يقدر يحقق دخل لنفسه، وفي نفس الوقت يشارك موهبته مع العالم. عشان توصل لنفس الفكرة بدأ يضم راقصين ل7M. لما انضموا شين بدأ يدير صفقات العلامات التجارية بتاعتهم، ووفر لهم سكن بسعر مناسب، وكمان وفر لهم أماكن يصوروا فيها فيديوهاتهم. لكن في نفس الوقت كان بشجعهم ينضموا لكنيسة شكاينا. اتقال لهم يحضروا اجتماعات الكنيسة ويسلموا حياتهم لربنا، لكن في نفس الوقت اتقال لهم يكرسوا نفسهم لشين، لأنه زي ما هو قال راجل من رجال ربنا. في وقت قصير شين دخل نفسه في حياة راقصين الكنيسة، واتمنعوا من التواصل مع أصحابهم وأهاليهم اللي برا. السلوك ده طبيعي في الطوائف المنغلقة، وفي وقت قصير الكنيسة بدأت تتوصف كده. الأعضاء الحاليين والسابقين بدأوا يكشفوا الحقيقة ورا الكنيسة، وقالوا إنه شين تصرف معاهم بشكل غير لائق في كذا مناسبة، ودي اتهامات هو أنكرها فوراً. أهل ميلاني وميراندا اتهموا الكنيسة إنها غسلت دماغ ميراندا بعد ما ميلاني خرجت من الجماعة، وبعد ما ميلاني قطعت علاقتها بيهم، وفي الآخر وافقت تقابلهم، وكان في أمل إن العيلة تتلم تاني، بس ده ما حصلش. بدل كده هي عملت بث مباشر للقاء ده لملايين من متابعينها، وعملت كل اللي تقدر عليه عشان تظهر أهلها إنهم المشكلة في حياتها مش الطائفة اللي هي متورطة فيها، وده كمان بيحصل كتير في الحالات دي. من وقتها ناس كتير من أعضاء 7M السابقين اتكلموا ضد شين وكنيسته، وظهرت اتهامات أكتر زي الاتجار بالبشر ضد شين وبعض أتباعه. الكنيسة لسه شغالة لحد النهاردة، لكن بفضل الفضايح دي بقت تحت رقابة مالية وقانونية شديدة، وكذا عضو سابق رفعوا قضايا ضد الطائفة. رقم 6. اختفاء آمي لين برادلي. دايما بيتقال عليه انه واحد من اكتر حالات الاختفاء المحيرة في البحر في العصر الحديث، والوثائق اللي اسمه إيمي برادلي is missing بيحاول يسلط الضوء على قضيتها، لكن لسه في أسئلة كتير من غير إجابة. في مارس سنة 1988 كانت آمي عندها 23 سنة وعايشة في مقاطعة تشسترفيلد في ولاية فيرجينيا. كان مستقبلها باين عليه مشرق، لأنها كانت اتخرجت من كلية في لونغوود، وكانت بتخطط تشتغل كمستشارة كمبيوتر. الخطط دي اتأجلت شوية لأنها هي وعائلتها قرروا يطلعوا في رحلة بحرية مع بعض. ركبوا سفينة الرحلات البحرية رابسودي اوف ذا سيز اللي كانت مملوكة لشركة رويال كاريبيان، وكانت متجهة لكوراساو. حوالي الساعة 25 دقيقة يوم 24 مارس السنة دي
والد آمي رون صحى مقرر يطمن عليها وعلى أخوها براد. لاحظ إن آمي كانت نايمة على كرسي استرخاء في بلكونة الكابينة بتاعتهم ورجع نام تاني. بعض التقارير بتقول إنه باب البلكونة كان مفتوح، لكن رون مصر إنه كان مقفول لما شافه. صحى تاني الساعة 6 الصبح، والمرة دي ما كانش فيه أي أثر لآمي. لاحظ كمان إن الولاعة والسجاير بتوعها كانوا مختفيين، وبدأ يقلق لأنها عمرها ما كانت هتخرج من غير ما تقول لأهلها هي رايحة فين. دور في الأماكن اللي كان متوقع إنها ممكن تكون فيها في السفينة، بس من غير فايدة. فقام صحى باقي العيلة علشان يبلغهم إنه مش لاقي آمي في أي مكان. 3 قالوا للشرطة إنهم شافوها على سطح السفينة العلوي مع واحد من أعضاء الفرقة اللي كانت بتعزف على السفينة، أليستر دوغلاس، حوالي الساعة 45 صباحا. وأضافوا إنه أدى آمي كوباية فيها سائل غامق، ويفترض إنها شربته بعد كده. شوهد دوغلاس وهو بينزل من السطح العلوي لوحده الساعة 6 الصبح. بعدما أبلغوا طاقم السفينة إنها مختفية، عملوا إعلان وطلبوا منها تيجي لمكتب شؤون الركاب حوالي الساعة 8 إلى 10. بحلول الساعة 1 الظهر كانوا فتشوا السفينة كلها بمساعدة الطاقم، لكن برضو ما كانش فيه أي أثر لآمي. طاقم السفينة اتعرض لانتقاد بعد كده عشان اتأخروا في بدء البحث، وممكن يكونوا ضيعوا وقت كان ممكن يلاقوا فيه آمي. الغريب إنه دوغلاس قال لبراد إنه آسف على اختفاء أخته، بس هو قال الكلام ده قبل ما الإعلان الرسمي يطلع، وده خلى ناس كتير تشك فيه. بعد كده عدى اختبار كشف كذب، وتشاف وهو بيبتسم وبيشاور لزمايله في الفرقة بإشارة الإبهام لفوق وهو خارج من أوضة التحقيق. الميت فتشت لمدة 4 أيام عن طريق خفر السواحل الكاريبي الهولندي، بس لما ما لقوش حاجة لحد يوم 27 وقفوا عملية البحث. لفترة كان في شك إن آمي وقعت من على المركب، بس النظرية دي اتلغت لأنها كانت منقذة سباحة مدربة ومستحيل تعمل غلطة زي دي، وكمان مش متوقع إنها اتدفعت في المية. سواق تاكسي في كوراساو قال إنه شاف آمي هناك لما السفينة وصلت، وإنها كانت بتجري في ساحة انتظار العربيات وبتدور على تليفون. وبعد كده شافها كذا مرة تانية، بس المشاهدات دي عمرها ما تأكدت. اتشافت كذا مرة في كوراساو من وقتها، وفي شهود قالوا إنها كانت مع 2 رجال عنيفين، واحد منهم كان شبه دوغلاس. راجل تاني قال للشرطة إنه آمي جات له وقالت له إنها محتجزة في كوراساو غصب عنها. وفي تقارير إنها اتشافت كمان في سان فرانسيسكو مع 2 رجالة، وفي بريدج تاون في بربادوس مع 4 رجالة. في تفصيلة اتذكرت في الفيلم الوثائقي بتقول إن واحدة من البارمانات على السفينة قالت للشرطة إنها في صباح اختفاء آمي سمعتها بتصرخ وبتقول سينيوريتا اتخطفت. هي كررت الجملة دي مرتين قبل ما واحد تاني من العاملين ياخدها ورا في المطعم. أي حد يقدر يضيف معلومة عن قضية آمي لازم يتواصل فورا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الرقم 202-32-42-000 أو مع خط نصائح We Help the Missing على الرقم 866-66-04-025. رقم 5. دي حقيقة مؤسفة إن قرار واحد غلط ممكن يدمر حياة حد، وصاحبة المطعم سارما ميلينجلس دليل حي على كده. هي محور فيلم وثائقي اسمه باد فيجن، الشهرة الاحتيال، اللي أخرجه كريس سميث وتعرض سنة 2022. سارما تربت في ماساتشوستس، ومن وهي صغيرة أظهرت اهتمامها بفنون الطهي، وده بفضل والدتها اللي كانت شيف. ولما كبرت انتقلت لنيويورك، وهناك كانت بتشتغل في شركة استثمار. في سنة 1996 انتقلت لبوسطن، لكنها رجعت لنيويورك بعد 2 سنين وتخرجت من معهد الطهي الفرنسي سنة 1999. بعد كده فتحت مطعم نباتي اسمه بيور فود اند واين في جريمرسي بارك مع ماثيو كيني اللي كان حبيبها وقتها وجيفري تشوتوروف. المطعم بسرعة بقى مشهور واتحط ضمن أفضل 100 مطعم في مجلة نيويورك. كمان اتختار كواحد من أفضل المطاعم في نيويورك حسب مجلة فوربس. بس في 2009 الأمور بدأت تتفكك. سارما اتهمت ماثيو إنه مش مركز كفاية في مالية المطعم واضطرد. شوتيرو سلفها 1.2 مليون دولار عشان تأمن البزنس باسمها، لكنها بعد كده فتحت محل عصير وتيكاواي اسمه وان لاكي داك مع نفس الشريكين. في 2015 الموظفين في المطعمين رفضوا يشتغلوا لأنهم ما خدوش مرتباتهم لأكتر من شهر، وقالوا إن دي مش أول مرة يضطروا يشتغلوا من غير مرتب.
الاثنين مطاعم اتقفلوا، وسارما اعترفت إنها كانت بتمر بصعوبات مالية. المطاعم فتحت تاني في نفس السنة، لكن بعد 3 شهور حصل نفس الموقف واتقفل المطعمين بشكل نهائي. من غير ما ناس كتير تعرف، هي وجوزها أنتوني سترانجس اللي اتجوزته في 2012 كانوا مديونين لمستثمرين وموظفين بمبالغ كبيرة، وما كانوش ناويين يسددوا الفلوس دي. الاثنين اتعرفوا على بعض عن طريق الانترنت، وهو كان بيقول انه متخصص في العمليات السرية، عشان كده ما كانوش بيشوفوا بعض كتير لانه كان بيسافر كتير بسبب شغله. وهو في المهمات كان بيطلب منها تبعت له فلوس، غالبا لانه كان بيتعرض لمشاكل او مواقف صعبة وهو بيأدي شغله. وفي الاخر فلوسها خلصت، وبدأت تستخدم مرتبات الموظفين عندها عشان تبعت له. سترانجس أقنعها أن الحكومة بتراقبها وأنها محتاجة تثبت إيمانها لكيان اسمه العيلة، ولازم عشان تعمل كده كانت تبعت لسترينجس أي مبلغ يطلبه منها، ولو عملت كده كانت هتحقق الخلود هي وكلبها ليون حسب كلام سترينجس. في الوقت ده كان صدر أمر بالقبض عليه لأنه كان متهم بالسرقة الكبرى. أما سارما فكانت مطلوبة بتهم انتهاك قوانين العمل والسرقة الكبرى والتهرب الضريبي. تم القبض على الزوجين في تينيسي، وسارما اعترفت بالذنب. تم الحكم على سارما بالسجن 4 أشهر بعد ما وافقت على اتفاق إقرار بالذنب. هي وسترانجز اتطلقوا في 2018، ودلوقتي هي بتحاول تعيد بناء حياتها في نيويورك مع كلبها ليون. رقم 4. المواعدة على الإنترنت ليها جوانب كويسة وجوانب وحشة. من الناحية الإيجابية، الناس أحرار يتعرفوا على بعض وهم قاعدين في أمان بيوتهم، ويقدروا يقابلوا بعض لما يكونوا جاهزين يقرروا إذا كانوا عايزين يبدأوا علاقة ولا لا. ومن الناحية السلبية، الواحد عمره ما يقدر يكون متأكد فعلا إن الشخص التاني هو فعلا الشخص اللي بيقول إنه هو. على مر السنين كلنا سمعنا قصص رعب كتير بدأت بمواعدة أونلاين، وقضية كارات آسي تعتبر مثال تاني على ده. مأساتها تعرضت بالتفصيل في الفيلم الوثائقي سويت بوبي كابوسي مع الكاتفيش اللي اتعرض سنة 2024. الفيلم أخرجته لتانيا شانن، وبيعتبر قصة تحذيرية لأي حد بيفكر يجرب المواعدة أونلاين. مأساة كارات بدأت في لندن إنجلترا سنة 2009 بعد ما استلمت رسالة على فيسبوك من شخص اسمه جي جي. قال إنه عنده 18 سنة، يعني أصغر منها بحوالي 10 سنين، وإنه كان مرتبطا بابنة عمها سيمرون بوغلي. وأضاف إنه بعت لها رسالة علشان يطلب نصيحتها، لأنه هو وسيمرون كانوا بمروا بفترة صعبة في علاقتهم. هي ما أخدتش الموضوع بجدية قوي، لكن على مدار الأسابيع اللي بعدها كارات بعتت له شوية رسائل نصيحة وما فكرتش في الموضوع كتير. ما كانش فيه أي حاجة مريبة في البروفايل بتاعه على الإنترنت، لأنه كان فيه صور ليه في فرح، وكان عندهم أصدقاء مشتركين كتير زي ما هو متوقع، وكمان كانت سمعت عن عيلته قبل كده، فعمرها ما شكت إن في حاجة غير الصراحة. وبعد كام أسبوع كارات وصلها خبر مؤسف إن جي جي فقد حياته في كينيا. اتصدمت من الخبر ده، بس عشان هي وجي جي عمرهم ما تقابلوا، نسيت بسرعة اللي حصل بينهم وكملت حياتها عادي. بعد كده اتواصل معاها بوبي أخو جي جي، وهو دكتور قلب وكان قريب من سن كارات. ابتدوا يتكلموا وبقوا أصحاب، وبما أنه كارات وبوبي كانوا مرتبطين علاقتهم فضلت صداقة بس. كانوا بيتراسلوا مع بعض أوقات، لكن كتير كان بيعدي شهر أو 2 من غير ما يتكلموا. بعد كده عرفت إن بوبي كمان فقد حياته في كينيا بعد ما تعرض لهجوم بسلاح ناري. أصحابه حضروا جنازته ونشروا صورا من الحدث على حساباتهم على فيسبوك، لكن بعد كم شهر اكتشفت إنه لسه عايش وبيتلقى علاج في مستشفى في لندن، وإنه دخل برنامج حماية الشهود. هو وكارات فضلوا على تواصل، وقال لها إنه جاله مرض خطير بسبب جروحه. اتواصلت مع دكتوره المعالج وطليقته، ومع مرور الوقت هي وبوبي بقوا قريبين من بعض. بقوا مرتبطين بعد 5 سنين من أول ما تعرفوا على بعض على الإنترنت. وعلى الرغم إنهم عمرهم ما شافوا بعض، كانوا بيتعشوا في نفس الوقت وبيتفرجوا على نفس البرامج سوا. كارات عمرها ما شافت بوبي، لأنه كان بيقول إنه مكالمات الفيديو ضد قواعد البرنامج، وفي مرات تانية كان بيقول إنه تليفونه مش شغال كويس. العلاقة كانت ماشية كويس، لكن بعدين تصرفات بوبي بدأت تتغير. كان بيقول لها إنه رايح لندن عشان يقابلها، لكن دايما كان عنده حجة ليه مش قادر يجي. بدأ يقول لها مين ينفع تقضي وقت معاهم ومين لأ، وإيه الإيموجيز اللي مسموح لها تستخدمها،
وحتى فقد أعصابه لما عرف إنها تعالجت عند دكتور راجل. في 2018 قال إنه في المملكة المتحدة، لكنه فضل يلاقي عذار، وقررت كارات تكتشف الحقيقة. استعانت بمحقق خاص واكتشف إنه عايش في برايتون مش في لندن زي ما كان بيقول. في يوم من الأيام قررت تروح بعربيتها لبيت بوبي عشان تواجهه. كانت متوترة بس قدرت تجمع شجاعتها وتخبط على بابه، وللمفاجأة بوبي فتح الباب وهي أصرت تعرف ليه كذب عليها عن مكانه. بوبي يتفاجأ من الاتهام وبان عليه الحيرة تماما. وبعد كده اتضح إن في حد سرق هويته وخدع كارات وخلاها تصدق إنها تتكلم مع بوبي الحقيقي اللي ما عندوش أي مشاكل صحية وما زارش كينيا أصلا. وفي الآخر اتضح إن اللي عمل كده هو ابن عم كارات نفسه. سيمرون بوجول. هي بدأت عملية النصب دي وهي عندها 18 سنة، وكملت تكذب على كارات لمدة 9 سنين، وبعد كده اعتذرت وقالت إنها عملت كده عشان هي وكارات كانوا في ظروف صعبة في حياتهم، وكانت شايفة إن بوبي هو الطريقة المثالية يخلي حياتهم فيها شوية إثارة. كارات كسبت قضية تعويض كبيرة ضد سيمران في 2020، وسيمران عمرها ما توجه لها تهمة بجريمة. هي دلوقتي ما عندهاش أي وجود على الإنترنت وبتختار تعيش حياتها بعيد عن الأنظار. رقم 3، وثائقي فيليسيتي موريس سنة 2022 The Tinder Swindler. بيحكي قصة راجل كان بيسمي نفسه سايمون ليفيف، اللي قدر ينصب على كذا ست وياخد منهم فلوسهم اللي تعبوا فيها عن طريق عملية نصب في مواقع التعارف على الإنترنت. في الحقيقة اسمه سايمون هايات، وكان عنده مشاكل مع القانون قبل كده في حياته. في فترة مراهقته بدأ يرتكب جرائم احتيال بالشيكات وهو عايش في بروكلين نيويورك، وفي سنة 2011 اتقبض عليه بعد ما توجهت له تهم بالنصب والتزوير. وكمان كان عامل جوازات سفر مزورة وشيكات وهمية وهويات مزيفة. وبعد فترة قصيرة قرر يبقى نصاب محترف، لأنه كان هيكسب فلوس أسرع من إنه يشتغل شغلانة حقيقية. أول عملية نصب كبيرة له بدأت في فنلندا، وهناك نصب على 3 ستات. اتقبض عليه واتحكم عليه ب3 سنين سجن، لكن خلال الفترة دي طور أساليب النصب بتاعته عشان يقدر يكمل خططه أول ما يخرج. أول ما خرج من السجن سنة 2017 رجع لبلده إسرائيل، وهناك بقى اسمه سايمون ليفيف، وبقى المدير التنفيذي لشركة ألماس. كان دايما بيقول إنه غني جدا عشان أبوه ملياردير، وكان بيحب يسمي نفسه أمير الألماس. أول ما كان يتعرف على واحدة على الإنترنت كان يستعرض ثروته، وبعدها يبدأ يقول إن فيه واحد على الأقل من أعدائه الكتير بيطارده. كان بيطلب فلوس عشان تذاكر الطيران للهروب أو عشان يدفع إيجار مكان آمن محدش يعرف يوصله فيه. كان بيوعد إنه هيرجع الفلوس أول ما يبقى في أمان، وكتير من الستات صدقوا الحيلة دي لأنه كان باين عليه فعلا زي ما بيظهر على الإنترنت. واحدة من الستات قابلته فعلا في الحقيقة، ولما لقيت شكله زي ما هو في البروفايل بتاعه عمرها ما شكت إنها تضحك عليها. بعد بحياة وصل بيهم الحال إنهم أخذوا قروض من البنوك علشان يضمنوا أمانه، وفيه ناس تانية صرفوا كل تحويشة عمرهم وهم مصدقين إنهم لقوا حب عمرهم. هو نصب على ستات من بلاد من كل أنحاء العالم. بعضهم كانوا مقتنعين إنهم في الآخر هيتقابلوا ويعيشوا مع بعض باقي عمرهم، وعلى الأقل واحدة من الضحايا بدأت تدور على شقة هينقلوا فيها لما يبقى في أمان. وفي الوقت ده هايات كان عايش حياة مترفة بفلوس ضحاياه وكروت الكريدت والشيكات والتبرعات. في وقت من الأوقات باين عليه حاول يرجع فلوس ل2 من الستات، لكن شيك واحد اترفض و$100,000 كاش رجعهم طلعوا مزيفين. بس لما شركات الكريدت كارد لاحظت صرفه الكبيرة على الكروت بدأت الخدعة تتكشف. هويته الحقيقية اتكشفت، و2 من ضحاياه فضحوه في مقال اسمه The Tinder Swindler. اتقبض عليه في اليونان ويتحكم عليه ب15 شهر سجن في إسرائيل. اتحكموا عليه يدفع 35,000 تعويض وغرامة 4,600 جنيه. بس اتفرج عنه بعد 5 شهور بسبب انتشار الجائحة. ديفيف لسه بيأكد براءته وبيقول إنه رجل أعمال شريف، وكل اللي كان عايزه يقابل ستات على النت، مع إنه نصب على ضحاياه في حوالي 10 مليون دولار في سنتين بس. رقم 2، معظمنا شاف برامج عن الظواهر الخارقة بتدعي إنها بتلاقي أشباح وشياطين في أماكن مسكونة زي البيوت والسجون والمستشفيات المهجورة
ومصحات الصحة النفسية اللي بقالها كتير مقفولة. البرامج دي عادة لازم ناخدها بحذر، لأن أغلب الأجهزة اللي بيستخدمها المحققين في الظواهر الخارقة دي نظري أكتر منها عملي، وكمان كتير من ادعاءاتهم إنهم شافوا أرواح أو كشفوا عن أماكن مسكونة اتضح إنها مش حقيقية. على مر السنين النوع ده من البرامج شعبيته قلت مع الوقت، لكن في وثائقي اتعرض سنة 2018 اسمه ديمون هاوس أخرجه زاك باجنز خلى المشاهدين متوترين، وده بسبب مشهد معين فيه كان مزعج جدا. وأول ما الوثائق بيبدأ بيتحذر المشاهدين إن كل الأشخاص والأماكن اللي هيتعرضوا حقيقيين، وإنهم لازم يكونوا حذرين، لأن الشياطين ممكن تتعلق بأي حد من خلال الأجهزة الإلكترونية زي التلفزيون أو اللابتوب. باجنز اللي هو محقق في الأمور الخارقة للطبيعة سمع عن بيت معين كان معروض للبيع في مدينة جاري بولاية إنديانا. قالوا له إنه البيت ليه علاقة بتلبس شيطاني، وإنه عائلة أمونز اللي كانت عايشة هناك كانوا بيعانوا جدا من كل النشاطات الخارقة للطبيعة اللي كانوا بيشوفوها. شافوا كيان غامض، وحصلت معاهم حالات طيران في الهواء، وسمعوا أصوات خطوات من غير جسم في أماكن مختلفة في البيت، وكمان قابلوا راجل ظل كان بيتمشى في أوضة المعيشة عندهم. كانوا مصدقين إن فيه قوة ظلامية مسيطرة على البيت، وعشان كده قرروا يبيعوه. وبما أن منصات السوشيال ميديا كانت مليانة قصص عن البيت ده، باجنز قرر يحاول يشتريه من غير ما يشوفه أصلا، لكنه كان ناوي يعمل الفيلم الوثائقي وهو بيستكشف المبنى. في الوقت ده كان باجنز كون قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل برامجه زي Ghost Adventures, Deadly Possession وهاوس كولز، وكان متأكد إن الفيلم الوثائقي هيكون ناجح. بس قبل حتى ما يدخل البيت بدأ يجي له كوابيس، وأول ما بدأ يشتغل على المشروع تعب لدرجة إنه اضطر يفضل في السرير أسبوع كامل. حتى بعد ما خف، التصوير أخذ تقريبا 4 سنين بسبب الظواهر الخارقة المرعبة اللي الفريق كان لازم يتعامل معها على حسب كلام باجنز. في لحظة معينة أثناء أكتر مشهد مزعج في الوثائقي، واحد من المصورين بقى عنيف جدا وبدأ يزعق لباقي الفريق، وبعدين استخبى في الأسانسير، وفي الآخر اتفصل بسبب عنفه، وهو قال إنه السبب كله كان تأثير البيت عليه. زمايله في الفريق أكدوا الكلام ده، وقالوا إنهم حسوا بهوا بارد حواليه بعد الحادثة. وفي الآخر البيت اتهد في 2016 بطلب من بيجن، لأنه كان شايف إن محدش تاني المفروض يعيش هناك. رقم 1، الحب حاجة غامضة جدا، ومستحيل تحكم على حد بسبب الشريك اللي اختاره. كتير من الناس حاسوا إنه ضابط السجون اللي اسمها فيكي وايت كان عندها سوء تقدير لما اختارت تدخل في علاقة مع سجين اسمه كيسي كول وايت، وقصتهم متوثقة في الفيلم الوثائقي جيل بريك لاف اون ذا ران. كيسي اللي طوله 2.06 سنتي اتبعت لسجن مقاطعة لودرديل لمدة 75 سنة بعد ما ادان في قضايا سرقة سيارات، اقتحام منازل، وهجوم بسلاح ناري، وكمان حاول يقتل حد وارتكب جريمة سرقة من الدرجة الأولى. الحراس وزمايله في السجن وصفوه أنه ودود وساحر، لكن بسرعة اكتشفوا أنه عنده طبع عصبي جدا، خصوصا لما يكون تحت تأثير مواد مخدرة. أما فيكي فكانت شغالة في المنشأة دي بقالها 17 سنة في الوقت ده، وكانت بتجرى المنصب نائب مدير الإصلاحيات. هي حصلت على جائزة موظف السنة 4 مرات، وكانت حتتقاعد في 2022. بس قبلها بسنة هي اعترفت إنها كانت على علاقة مع 2 رجالة في نفس الوقت، لكنها ما قالتش إن واحد منهم كان كيسي لأسباب واضحة. زمايل كيسي في السجن بدأوا يشكوا إن بينهم علاقة، بس عمرهم ما كانوا يتوقعوا اللي حصل بعد كده. نايكي كانت دايما بتقول إنها يوم ما تعتزل هتسيب الشغل بشكل مدوي، وفعلا نفذت وعدها. في صباح يوم 29 إبريل 2022 خرجت كيسي من زنزانته ومشيت به لغاية عربية الشرطة وقالت له يركب، وساقت به وخرجت من المكان بكل بساطة. هي قالت أنه كان المفروض يروح المحكمة في فلورنس علشان تقييم نفسي، وأنها كانت بتوصل له هناك، وأضافت أنها تزور دكتورها في اليوم ده لأنها كانت شاكة أنها تعبانة. لكن زمايلها في الشغل بدأوا يشكوا، لأنه المساجين المفروض يترافع معاهم على الأقل ضابطين. عدت ساعات والاثنين ما رجعوش، وبقى واضح أن هي وكيسي خططوا لهروب متقن،
وكاميرات المراقبة أظهرتهم في محطة بنزين بعد 8 دقائق من مغادرة المنشاة. بدأت عملية مطاردة على مستوى البلاد، وتتبعوا الاثنين لحد موتيل في إيفانسفيل إنديانا. ولما الشرطة وصلت هربوا في عربية كاديلاك رمادي وبدأت مطاردة. كيسي في الآخر خبط العربية واستسلم من غير مقاومة، لكن فيكي ما كانتش مخضوضة زيه. هي فقدت حياتها في الحادث، وكيسي رجعوه السجن عشان يكمل مدة عقوبته والسنين الإضافية اللي تزودت عليه بسبب هروبه. شكرا لكم جدا على المشاهدة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. أنا اسمي توب 5 أنوز، وأشوفكم في الفيديو الجاي.